الهيئة والمخرج خالد اللي هما قاموا هذا الاحتفال الجميل الراقي المفيد وقدموا لنا باقة جميلة من فنانين، منهم الأصوات الجميلة جدا جدا، والأداء حتى الكورس كان في منتهى الروعة. الديكور بتاع نفس المسرح معمول ببساطة، ثانية واحدة بقى، ببساطة لكن بعمق ومدي المعنى القديم والجديد. أحلى ما فيه هنا في لقاء شباب كتير جدا، وتقدم لنا شباب في منتهى الروعة. أنا سألت نفسي قلت طب البنات الحلوة دي والشبان الحلوة دي والأصوات والأداء الحلو ده ليه ما بنشوفوش يعني متضفر أو في العجينة بتاعت الأعمال التلفزيونية؟ يعني ليه في غربة بيننا وبين بعض الأشخاص اللي بيقدموهم بيبقوا غربة عن مشاعرنا؟ لكن ليه قيمة كبيرة زي دي احنا ما بنستمتعش بيها، بصرف النظر ان هي بتقدم دور كبير جدا، والاستاذ خالد وكل المجموعه اللي معاه دول ما حدش يقدر يتكلم، لان يعني انا عارف اعمالهم من 10 و15 سنه. لكن انا بقول ليه دول مش مندمجين؟ لازم يتفتح لهم ابواب. انا دي مش شغلتي يعني، ده رايي. اتنين بقى الاقبال الحلو بتاعكم، يعني بتاعك وبتاع الاخت وبتاع الكاميرا اللي هناك دي، كل دي عيون وقلوب انا يعني بتخليني انبض بالسعاده والامتنان لحياتي ان انا عشت وعايشه الفتره دي. في حته بقى انا عايزه اتكلم فيها بجد، اللي هي انا ما استدعينا، انتوا طبعا كلكم صغيرين، ما حدش حضر لا 67 ولا الاستنزاف ولا اكتوبر. وبعدين ما تنسوش ان حتى الفيلم اللي احنا عاملينه مع شادي انا كنت شبه مقيمه مثلا في القصر، لكن احنا ما بيناش ايه الوجه الاخر للثمن اللي دفعه الراجل المصري. يعني هتلاقينا انا بتكلم ببساطه، حتى محمد الجندي اللي كان واخد شاذية في العمود الفقري، لكن ما فيش بقى بيعيط، ما فيش كلام من ده. لكن في بعد تاني يعني احنا حقيقة عبرنا وكانت حاجة يعني حلم لا يمكن يتحقق. لكن مش معنى كده انه كان ده مش له ثمن كبير، ولا ثمن كبير بالنسبة للراجل الداخل المدني ولا شباننا ورجالتنا اللي كانوا في الجيش الثاني. لا بس مهما كان بتقولي لي الجنود اللي كانوا على الجبهه وقدام القناه، حاجه عظيمه يعني. فازاي احنا يخطر في ذهننا عدم ثقه في جيشنا؟ يعني ايه مش فاهمها دي؟ يعني ده لازم واحد يكون عنده خلل كمان وشاذ. فازاي يجي لك بعد انت ما شفتي حتى الاطفال ما كانوش اتولدوا، الناس اللي عملت ده واللي داس عليه دبابه واللي وكل الناس دي عملت ده. الجيش اللي موجود ده هو اولاد الابطال اللي هم قاموا باللي اتعمل. فاحنا ما عندناش غير جيشنا اللي هو يبقى يعني بيبقى جامع لكل الصفات اللي هي الوطنيه والاخلاق والرجوله والشهامه والكبرياء طبعا، واخده بالك؟ فلازم ده النهارده انا شايفه في ثقه ما بين المواطن وبين الحاكم. وعشان ابقى واضحه قوي مع الرئيس السيسي، في ثقه انه جدع وشريف ونزيه. من هنا ابتدى يبقى في تحول من مواطن، ابتدت الابتسامه تجيله، ابتدى ما يفكرش الافكار العافنه اللي عايز الامان. يعني في حد خايف علينا؟ بس لازم يبقى احنا عندنا لا مؤاخذه دم بقى، لازم احنا يبقى احنا نخاف عليهم، يعني لازم نعمل حاجه.
في اكتوبر في القصر العيني ما حدش عين حد، كانت البنات والستات بيجوا. عايزين كلمة أخيرة لكل عشاقك اللي بيحبوكي في الشارع المصري عشان ما نتعيش. انا عشاقي لازم يعرفوا ان انا عندي حاجه وحيده اؤمن بيها، مصر والمبدأ والاخلاق والجيش المصري. ده ختام هاي.